السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل ديكور حلو جدا وجديد ان شاء الله يكون حصري معايا. هنشتغل فيه بايه؟ بالمواسير بتاعة الكهرباء. المواسير دي طبعا بتكون متوفرة وسعرها بسيط. في البداية هجيب كده المواسير وانا قصاها المقاس اللي انا عايزاه. انتوا بتشتروها وبتقدروا تقصوها على المقاس اللي انتوا حابينه. انا حابة ان انا اقص قطعتين زي ما انتوا شايفين كده، عشان هعمل كل قطعة فيهم دايرة والاتنين يكونوا قد بعض. جبت كده اللي انا حطيته جوه الماسورة ده سلك كهرباء. سلك كده كان بتاع دش قديم عندي بستخدمه. قصيت منه على قد الدايرة وجزئين كمان اضافيين علشان ادخلهم جوه الدايرة زي ما واضح قدامكم كده. وهبدأ طبعا ألزقهم في بعض بالشمع. طبعا تحطوا شمع كافي وتثبتوها وتفضلوا بس مثبتينها بايديكم شوية لحد ما الشمع ينشف ويثبت كويس معاكم، علشان بس يبقى الشكل الدائري مظبوط. اهو زي ما انتم شايفين عملت الاتنين زي بعض زي ما وريتكم. عملت الاتنين دايرة بالشكل ده، والاتنين الدايرتين نفس المقاس. انتوا تقدروا تعملوا مقاس اكبر اصغر زي ما تحبوا. وعندي الاستراس ده انا هستخدمه النهارده، هلفه حوالين هلفه حوالين الدايرة كلها. بس طبعا بضيف شمع في البداية وبعد كده ببدأ ألزق الاستراس معايا وبلفه عليها كده. انا قصه شريط من الاستراس علشان يتلزق معايا ويكون اسهل. ما تقصوش اعرض من كده، يعني اعرض من صفين او 3 علشان تعرفوا تظبطوه ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما يكلكعش منكم ولا يبوظ منكم في الدايره وكده. انا طبعا هكمل الاتنين بنفس الشكل ده. اهو زي ما انتوا شايفين لفيت الاستراس عليهم هما الاتنين وبقوا شكلهم حلو قوي. ببدأ دلوقتي اشيل لو في خيوط من الشمع ولا اي حاجة كده، اي حاجة ناشفة بشيلها علشان يبقوا عندي بالشكل ده ويبقوا شكلهم حلو ما يكونش فيهم اي زيادات شمع. انا حابة ان انا عايزة الزق جزئين منهم بالشكل ده، يعني انا عايزة جزئين من تحت مفتوحين وجزء مقفول، وهيبان معاكم دلوقتي وانا بشتغل انا عايزه اعمل ايه. انا ضفت شمع كده في جزء والشمع عندي سخن جدا، وابدا اضيف الجزئين على بعض وبضغط عليهم طبعا بايدي جامد علشان يمسكوا كويس جدا والشمع ينشف كويس. وببقى موسعه الجزء اللي تحت زي ما انتوا شايفينه كده، انا مش عايزاه يكون مقفول علشان انا هضيف له قطعه التراس زي ما انتوا شايفين. فانا هضيف له قطعه الاستراس دلوقتي علشان ما بقاش ماسكاها من فوق ويتقفل شويه من تحت، وافضل افتحها واللي فوق دي تفك مني. فعندي قطعه استراس عريضه زي ما انتوا شايفين كده، ببدا الزقها. وانتوا في المرحله دي على فكره انتوا ممكن اصلا تستخدموا بدل الاستراس اللي انا مستخدماه في الديكور هنا، ممكن تستخدموا خيط مكرميه، ممكن تستخدموا خيط خيش، ممكن تستخدموا ستان وتلفوه عليهم كلهم. عندكم حلول كتيره ممكن تستخدموها، يعني مش شرط تلتزموا بالخامات اللي انا مستخدماها، كل واحد طبعا على ذوقه يعمل. اهو عندي كده قطعة استراس بس هو شريط رفيع كده، حبيت ان انا اضيفه كده فوق علشان يمسكوا مع بعض كويس وهيندمج معاهم ومش هيبقى باين. اهي بقت عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزه اثبتها عشان طبعا الاستراس ده طري شويه، فانا عايزه برضو ما يفضلش يتحرك معايا كل شويه. فعندي ورقتين، ده ورق مقوى شايفين بيتحرك معايا وبينزل، انا مش عاوزه كده. فهبدا اجيب 2 كده رفيعين زي ما انتوا شايفين من الورق المقوى ده.
هو ورق نصيبيان او ورق مقوى، انتوا برضو تستخدموا لو عندكم اي حاجة، مش شرط دي يعني. وهبدأ الزقهم كده بحيث ان هما ما يكونوش باينين. هلزقهم في الجنبين قبل يعني الاسترس هيبقى مداريهم، وبلزق كده شمع كافي، وببدأ الزقهم، وبشد عندي الديكور بتاعي هبقى شداه علشان لما ينشف الشمع اللي على الورق المقوى اللي انا عاملاه ده يبقى مشدود، الديكور عندي يبقى مشدود اهو زي ما انتم شايفين بقى مشدود وما بيتحركش معايا خالص. وفي نفس الوقت وانا عدلاها كده ما بيبانش عندي. بقى انا اللولي ده لولي لونه جراي، انا كنت عايزه اعمل ابيض ما لقيتش، ولقيت الجراي ده لايق جدا معاه، فانا عايزه اعمله كرجول كده. فانا بعدلها عشان اشوف احط الرجول بتاعتي ازاي عشان يبقى شكلها حلو ما تبقاش على الهوا. فلقيتها عندي تبقى احلى لو على الاطراف كده بعد الورقه اللي انا عاملاها دي على طول، او بعد الورقتين المقوى دول. فركبتهم زي ما انتم شايفين، طبعا عملوا لي شكله شيك قوي تحفه زي ما انتم شايفين. والله هنا فعلا الاضاءه ظالمه الديكور شكله تحفه. زي ما انتم شايفين شكله شكله حلو قوي. انا عايزه اعمل بقى اي حاجه كده ازينها بيها. بصراحه انا كنت حابه اعمل فيونكه ستان، بس قلت علشان في ناس كتير بتقولي عايزينك تبقي تعملي تزيينات بالورود، فانا هعمل لكم تزيينات برضو بسيطة، انتوا تقدروا تعملوا التزيينات اللي تحبوها. فانا عندي الوردة البينك دي، وعندي ورود بيضة اصغر منها، فحبيت ان انا اعمل البينك في النص، والوردتين اللي لونهم ابيض جنبها على طول. فانا حابة كده التزيين كافي جدا جدا، مش بكترة التزيين. وكده بعد ما خلصت طبعا انتوا تقدروا تحطوا فيها فازة اكبر من اللي انا حطاها، بس انا ما كانش قدامي غيرها يعني. اهو شايفين التزيين بتاعها بسيط، وشايفينها من كل الجوانب شكلها شيك قوي. ديكور بسيط جدا مش مكلف ابدا، بس اللي يشوفه هيقول ان هو حاجة قيمة قوي وغالية، مع اننا عاملينها باقل التكاليف. شايفين قد ايه الشياكة بقى والجمال، شكله بصراحة تحفة. يا رب يكون عجبكم. اتمنى لو عجبكم طبعا تقولوا لي رايكم فيه، تسيبوا لي كومنت برايكم، ويا ريت بقى تضغطوا لايك وشير. واللي اول مره يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل علشان يوصلوا كل جديد بقدمه في القناه. ويا ريت تقديرا منكم فعلا ما تنسوش تضغطوا لايك عشان اللايك بيرفع الفيديو، وانتم مقصرين معايا شويه في اللايكات. بحبكم قوي قوي قوي، ويا رب يكون شغلي بيعجبكم. يا ريت تقولوا لي ارائكم في الشغل بتاعي، وانتوا نفسكم ان احنا نعمل ايه. ولو حد عنده